مساء الخير. اليوم غادي نهضروا على قرار مهم في اقتصاد البحر. علاش المغرب قرر يوقف تصدير السردين المجمد؟ في الآونة الأخيرة السوق المغربي عرف نقص كبير في السردين مقابل ارتفاع واضح في الأثمنة، وهذا الشيء أثر مباشرة على القدرة الشرائية ديال المواطنين. في المقابل كميات مهمة من السردين كانت كتمشي للتصدير خصوصا في الشكل المجمد، وهذا الشيء خلى العرض الداخلي ضعيف. من هنا الدولة تدخلات وقرارات توقيف التصدير مؤقتا باش تضمن تموين السوق المحلي وتحاول ترجع التوازن بين العرض والطلب. القرار عنده حتى بعد آخر، وهو حماية الثروة البحرية، حيث الضغط الكبير على الصيد ولا كيهدد المخزون الوطني. باختصار، توقيف تصدير السردين المجمد هو قرار هدفه الأول حماية المستهلك المغربي وضمان استمرارية الثروة السمكية. كان هذا ملخص الخبر، نلتقي في مستجد اقتصادي آخر.